أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقد درس وست ساعة من دروس شرح متن ابن عاشر رحمه الله في الفقه. السقيت مثلا عنوان الدرس مقدمة يسميس، يعني الأحكام التي وردت التي سنشرحها الآن إن شاء الله تعالى. مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول. مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول. ثالث القاعدة مهمة، اسمس لكل أمر أصول، من ضيع الأصول حرم الوصول. هي قاعدة ذهبية عامة ومجردة تطبق في جميع مناحي الحياة. بمعنى يبغى يولي خمسة فلاح استناض روح تغرض فلاح نغاك صغرني فلاح دويس. هذه علوم معارف مكتسبة. هذه الدودو فلاح هذه سنت فلاح. أمشي راهي تفمير، أمشي راهي مير، أمشي راهي خمسة فانتا، أمشي راهي يكرز، أما مزيك سيزكارن، أمشي يطفي الماعون، أمشي الشغل هكا مشيت نحفظن. التجربة، المرافقة، يبغى يولي يخدم تريسيتي الكهرباء أيضا ماشي لما تيغرا يزما تيديوس القرايه، اما كيزما تيديوي عن طريق الكسب، عن طريق المرافقه، عن طريق القدوه، عن طريق التجربه. في امور اخرى، في امور الدين ايضا الصحابه عليهم الرضوان تعلموا اصول الدين من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. تعلموا الدين منه اما قولا او فعلا او تقريرا، وهذا هو تعريف السنة عند الأصوليين: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طبعا ما عدا القرآن هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن على سبيل التشريع، باش يكون التعريف جامع مانع. ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن على سبيل التشريع من قول أو فعل أو تقرير. كي يشرح هذا التعريف اش ادريني لا شو السنة عند الأصوليين أي ندي فغن سيدي صلى الله عليه وسلم صدر عنه إفرد سيدي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، خاطر القرآن سيدينا ينزل فلاس وحيا من بعد نسي نفيذ ينادى ربي كذا وكذا. لذلك هذا قيد معتبر من غير القرآن. زيد على سبيل التشريع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخدم أمور ماشي تشريع لنا. مثلا يخدم صيام الوصال، إن كنا نخدم كي نخدم نسا هذا يوزوم ذكواس ورفطرارة ثمديث هذه كمل هذا يوزوم ذكيض ورفطرارة. صيام الوصال يصل الليل بالنهار، هل ترى واجب علينا؟ لا. التهجد دائما ترى يكون واجب خاطئ في كذا ولا في امور الفلاحه وامور التجاره ماشي ضروري. ما يناد الربا الحرام ولاش يسوال، ولكن امشي نيغوسي، امشي قهضر، امشي يخدم، ماشي شرط تطبق ذاك اللي يخدم خاطئ. لا يفكد القواعد اللانت في سنته القوليه وفي سنته الفعليه وفي سنته التقريريه. ذيني إلا مبحث مهم في السنة يقول لك ما هو تشريع وما هو ليس بتشريع، ما هو تشريع وما هو ليس بتشريع. لذلك هذا القيد معتبر ورد عند الأصوليين: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن على سبيل التشريع من قول أو يدينا. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث ما انتهى إلى قنذ على الإمام: لا نكبر حتى يكبر، لا نركع حتى يركع، لا نسجد حتى يسجد. وقيل معنيس هكا الإمام يقف نزرع أكن نخدم أنخدم ذفيرس دائما. لذلك من فقه الإمام أنه يسبق المأمومين. ماشي ديري مثلا الله أكبر باش يركع ولكن سما يركعش أثن زويرة كل كنين صافي في كايغ لوكازيون باش أثن زوير خاطئين.
من فقه الإمام أن يسبق المأمومين. لذلك يدير توجور الانترفال هكا كيلك سكوند إيمانيس أديني الله أكبر أدي زوير نكوني دغني نحرش نسن ماشي تنزوير خاطئ أن نتبع الإمام أليس كذلك؟ كذلك في السجود وكذلك. لذلك نقول هذا الكلام من فقه الإمام، خاطر ممكن الإمام يطول الله باش ديني الله نكون ديجا نبوظ نركع. لا أخويا الله أكبر يلا ويرنا زوير. الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. سنة قولية، سنة فعلية. أين يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ديال الصلاة؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. ظلت أكنيث ولم تظلى. صافي عثمان بن عفان طفامان باش هذا الوضوء. المي يكفى الوضوء يناس أكا إولاغ النبي صلى الله عليه وسلم يتسال الوضوء. لذلك نرفديه درمي لسا سكوا غروا سين عليه الصلاة والسلام الصحابة سي الصحابة غير التابعين سي التابعين التابعين المي ديال ذاك أرغور نثورة نورمال أن تغل الوضوء كاين ولا كاين حفظك تظلي كاين حفظ الوضوء كاين حفظ تظلي إلى آخره. ذي الحج كيف إناسا خذوا عني مناسككم. معنتها ولا أنت كي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أنسيك في الطواف سي الحجر الأسود أكن قال قد خدمان ولا أنت يسلم في الحجر سلم فلاس ني غاوندو باس عمر بن الخطاب يروح هذا يخدم الطواف يتمسلا يوزروا افريكان من قرن الحجر الاسود او الحجر الاسعد. إناس يا حجر والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إناس يا رسول الله زرش زرو ورثن فيها ضاره ورث ضر ضاره لو كان ولا غيره النبي صلى الله عليه وسلم يسلم فيك وتسلم غير فيك. راكم معايا في خط معناتها يطبق شو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ادنوغان امشي تخدم السعي بين الصفا والمروه يخدم يثغى فعنت يطبق الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. من بعد الصحابه فعنت يفدا سي الصفا سي جبل الصفا يروح هذا من المروه شوط يبض بين الاخضرين ذينا هروله ذفعانت وهكذا وهكذا. ذي الطواف اي غير يخدم الاطباع معناتها لباس الاحرام الفوضاني سفلا ثينا سفلا اتكسكا في سيفوس ادفان ثاقي عاريه وقام قال الاطباع ولا انت تقيم ذا البيد الساعة تورضا كو قاعد يخدم الطواف كيخدمن أليس كذلك؟ كل رجل يطوف يفعل هكذا ولكن ماشي طواف تطوع لا الطواف راه يخدم من الفرض أما للعمرة أما للحج طواف الإفاضة مثلا وهكذا. والثلاث أشواط الأولى تابعنت أي غادي غاولي مثلا سمحتي هذه أصول ولكن كاين السنة أيضا تقريرية. السنة تقريرية يعني أين يخدم صحفي نغي نثد صحفي الرسول صلى الله عليه وسلم يقبليث يكونفيرميث أمشي يكونفيرمي أمشي يقبل إما سوال كقوله مثلا في حديث أبي داود إمسينا أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وجي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يوافق ويؤكد فعلا أتاه صحابي جليل يونس الصحفي يخدم والشغل يعني لم يعد الوضوء كذا لأنه تطهر بالطهارة الترابية يعني القصة معروفة. الشاهد في الحديث أسمي سينا يوصح فيني إن أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. أين كتخدمض ثبض السنة سوا تظل فيه أجزأتك معنى ذمتك بريئة. إلا وان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ذوال سسمي دور حميك كي شيور نغير ليه أكثر يا بابا كذا 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 خشيني
أتصد الكوذميس معنا تقبلض فوالا السين الحمد لله بابا يصام مادام يصام دار يقبل ولا لا خاطر كنت قبل ضارة استنض هكا يقبل اكين بابا خمام بروجي كذا 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 أصدق لي زارغيومون يلها ومش عارف وكذا باباك يصام فهميت معناه شغل ما كيقرا فوفير يعني كونفيرميه كيقبلك الشغل وكيقرا السنه تقريريه مع انتهى يصدر قول من احد الصحابه او فعل والنبي صلى الله عليه وسلم يوافق عليه اما بلسان الحال او بلسان المقال. عمرو بن العاص رضي الله عنه في موقف من المواقف يبغي الخضار يخدم يوم شغلك اسمي ديال النبي عليه الصلاه والسلام إناس رسول الله هكا عمر تخدمض إناس شو سينا إناس قال الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يبدل الآية فين نظن يعني ولكن المعنى بوال يعني يوري فغار ذي دوش الصباح يعني ذيك الجنابة رفع الجنابة سوى ماني صماض وكذا يقول في مانيس يقول ذي هليك أمش تدي يجاويه القرآن إناس يا رسول الله قال الله تعالى لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام اش يخدم تبسم يضصد فهمناك الصحابة باللي يكونفيرمي سي قفلاس المسفهم يلا هذه الأصول. الابن عاشر رحمه الله قبل ذيك شمدي أحكام الفقه يبغي غد مقدمة أصولية يعني مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول. من ضيع الأصول حرم الوصول. الوصول المقصود الوصول إلى معرفة الأحكام الفقهية الفرعية التفصيلية معناتها باش أتفهم أين رد يسن غرزداث باش نفهم أين رد يسن غرزداث. يبدأ الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف طنا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. أشو يقصد داي ينادي الحكم الشرعي. أشو الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إما اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. الحكم في الشرع يقصد الحكم الشرعي خطر الحكم ناو انت قلتني عدان الأحكام تختلف إلا الأحكام الحسية معناتها سلمس أتتفضك حاجة ثرغان تصدى فوسي وش ديف كانوا وش ديف كان الخبر باللي يفورن النصار ذا فوسي إلى الإحساسني خدم ذاك إذا كان قشيشة مشطوحة سين فوفو فوفو هكا من الميسو ما فورنوني يبغى يرغد شوية ذاين يفهم فوفو مي أفون يفهم على فوفو. كذلك تريسيتي ننظر الماثو تريسيتي ننظر ولكن إلا وندا المعرفة ولكن هذه أحكام حسية. أما كدير الثلج بارد أذفل ذا صماد تتفضل تقل ذا صماد تيجي أحكام حسية. كاين أحكام لغوية ذي تعرف ذي اللغة العربية مثلا الدين المفعول به منصوب والفاعل مرفوع إلى قبيلك. الدين ذهب مثلا خالد إلى المسجد إلى كان دين وذكر ذهب خالدا خطأ. هناك حكم لغوي يضبط اللسان يا خكا الدين ذهب أكل دين فعل ماض خالد فاعل مرفوع إلى ذات جر المسجد مجرور إلى كل حاجة الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والحال منصوب. أحكام الحال وأحكام التمييز وأحكام المفعول معه والمفعول المطلق والمفعول به والفاعل واسم الفاعل وكذا اللغة العربية
لذلك يسد مقارن الفراء، يسد مقارن الجرجاني، يسد مقارن سيبويه، يسد مقارن وكذا ياك الزمخشري وكذا أهل اللغة ذني اثنين يضبطن اللغة وكي قاس حكم لغوي إلا مقارن حكم منطقي. من يملك الكل يملك الجزء. وين يسعى 5 يقطارن بكال صافي 900 متر عادي يسعى 5 يقطارن بكال معناتها يسعى 100 متر. وين يسعى 20 مليون ديال البنكة صافي 900,000. هذه أمور لوجيك يعني أمور منطقية. إلا يقارن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي مرة حرام وكي ماشي حكم لغوي، مكروه، مباح، مندوب، في كذا مهمة جدا، وهي مسائل أصولية داخلة في علم الأصول. لذلك هذه المقدمة سبحان الله. ما كاين كنت دراسي قلتني عدان ابن عاشر يزور ديال العقيدة يخي السلامي العقيدة اسمه ديني وكيش خمس العقيدة وكي كتاب فقه متن في الفقه نعم، ولكن يزور ديال العقيدة يهضر في يعني ما يجب في حق الله تعالى، ما يستحيل في حق الله تعالى، وبعدين يهضر في خصائص صفة الرسل يكل امور يكون الاسلام نغم دايس مثلا. لأن العقيدة هي أساس الشريعة. معقول لو كان يسعى العقيدة تجهد الفقه هاكي ما يهتمش به بدليل السنضيون الشرعي ندكا شي من بعد ما يطبقش ما والو عادي. مما إلى العقيدة لا تقولي سادي يقعد صافي ضرب بيه الشرع عن ربي ذغا ذهبي يغر العقيدة أتسر أولى وننغ أذ قبل الشريعة. شغل ما كنا أدن في المثال جهاز البث وجهاز الاستقبال شات السعوديون شقعض لابيل يمولاش للشغورس نغلا بيسوت يخدم رانا أهضر ناقيم ولاش أي أطرا الجهاز نينس لا يستقبل وكي قبيله راه خاطر يخدم راه اللي موينامي ذاك ثورة ميم خطاب الشريعة نزل، ولكن الاستقبال سا ديبون يوناث يقبل يوناث يقبل راه يوناث يناقش لا سيضيون الشرعي ذاك كاينين بعد ما نديروش. الزكاة وين يسعى 200 مليون هذه السفة 50 مليون 2.5%. وين يسعى العقيدة كاين ثلث السفر بيسك في كذا الفقه وكذا الفقه الشرع في النظام 2.5% وربع العشر يبض معناه 2.5% سي 2 مليون دينار فوا 2.5 ديفيزي بار 100 ايكال 50,000 دينار. يلا لا يناقش شي قرار معليش كان 200,000 غير 200,000 تسفك شو دينا ربي سيض 200 مليون تسفض 50 مليون راك تقول انت 195 مليون هكا 195 مليون ينك ربي في كايك طاس يضرب كان شويه. وين يسعى العقيده هذه خمم ما كان وين يسعى العقيده شي من بعد قليل تصن ان كان خدمه في اللسان السكاري قليل اولا كيبان لك السلام فيك السيف على كل حال يعني كاين هذا خدمه يجي لنا كنت تصنع وكذي فنيان وكذا كاين سوفريغ العثاف الريسك كبردان خدمه التجاره ابارين اسيني داوي غاسنفك يا ماشي وحدي يا كي ماركانتي لا سنف كان صاب دير هذه والده ماركانتي من 100 سب اي غير اخويا شو كيرا كل شو ولاكي ونغدي خلقنا ساعه الزكاه تروح السفات والسلام عليكم مقر 8 الصناف ثاني سوره التوبه الايه 60 كاين ربي والسلام عليكم كلش مالك كل شو ولاكي. ولكن ثاني بدينا ربي في سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الحكم في الشرع خطاب ربنا، إذن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو إذنا كما ورد في المتن يعني تخييرا أو وضعا. اقتضاء
الآن سنشرح يعني ثنكمل إن شاء الله تعالى. مثلا ربي سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يدينا في حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وقي اقتضاء حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي ربي يدي فرضه، ذا الرسول زكاة الفطر. ربي القرآن في زكاة الفرض إناد: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. 27 موضعا أندل الصلاة والزكاة كريد دكولنت كهذه اللي ذكرتها الآن في سورة البقرة الآية 110: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أكيد دكولنت ما زكاة الفطر فينا رمضان ميفوك رمضان. ذي حديث ابن عمر قال النبي يعني فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وقي اقتضاء هو خطاب الله الشارع، خطاب الشرعي بأحد الوحيين. خط الوحي اللي هو القرآن، الوحي الثاني هو السنة. إذا كان نقولوا الوحيان بعد نظل الوحيان القرآن والسنة. القرآن وحي والسنة الوحي. وربي قال في أي القرآن: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك يسمي العلماء السنة وحيا ثانيا. الوحي الأول القرآن، الوحي الثاني السنة، كلاهما وحي، فهما وحيان. لذلك هو خطاب الله تعالى ولكن المتعلق بأفعال المكلفين. أي غاديين المكلفين؟ أقشيش يسعنا 4 سنين هتزكي تخدم كذا غتزلط خاطي الحجة، لا، هو ماهوش مكلف لأنه لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم. إما إلا يونس 40 سنة يدروش يسلف يروح أسل عقل السنين الظال وزوم خاطيها كل شوالة ياكل يدروش لا يكسس ربي سبحانه كلشي كفوسيس لا عقل يرفض فلاس التكليف. إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. شوفوا تسي القاعدة: إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. ربيكس ثزمثي ونكسس العقل يرفض فلاس التكليف. وعلماء الفقه قالوا: العقل مناط التكليف. شوفوا تصدق العقل مناط التكليف. معناتها ما إلا يون يروح أسلا عقل ماهوش مكلف، ماهوش معني، ماشي كونسيرني. مي ولا نسلا عقليس سوا لا غيس ها مكلف. ذو كذا كيثورا إذا غي شغفن لا عقل يلا تكلف كيني خاطيني فظليت الميت سوري صوت 60 سنة هذه مورا مقر شوية. لذلك شحال في نزول وظل نرى أنا غلا شبير بك مثلا أكون يقرح الحال ما راك داونيون ذي نسلم غاسكني صوت 70 سنة مازال مزي على كل حال أكينين تصليت مازال. إذ ما ديال الزال رمضان دي تدون مالوريزمون يموت قبل رمضان. ولي كان ندي العقل العقلاكي ونتوري راه مذاني ومذان افريدي ومذان اش يخدم ياس العقل ذنتسا. ومع النقل والنقل متبوع والعقل تابع كما يقول العلماء. النقل متبوع والعقل تابع. العقل يمكن الإنسان من إدراك الصواب، من تمييز، من إدراك المصلحة، من إدراك ما ينفعه في العاجل والآجل. ولكن ذكفريدس دينجر النقل اللي هو الوحي. طيب سيدي، إذن بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. هذا الحكم الشرعي قد يكون طلبا
طلبا، يعني ديس الأمر، الأمر رباني، ربي يناد أقيموا الصلاة زلف، وآتوا الزكاة زكيث، يناد وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ننفق، يناد وأشهدوا ذوي عدل منكم نشهد، ولكن هذا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، خاطر بعد يغدس القواعد، قواعد أصولية، قواعد لغوية تعطينا الخبر اليقين. ربي وأشهدوا ذوي عدل منكم، تخدم من كونطرا إلى قادرين دو تيموان إلى الآية وتخدم مالا يجوز. Et pourtant c'est un ordre وأشهدوا يبغى تخدم مالا الشهود. يسكو العقد نون يبطل؟ لا ور يبطل لا يزمر ديني لو ميم لونغاج لكن دينا ربي أقيموا الصلاة يدينا وأشهدوا أشينيغ الأمر واحد ولكن الأمر إذا ورد بإطلاق مطلقا يفيد الوجوب، ولكن إذا وجد صارف من الصوارف ينتقل من الوجوب إلى الاستحباب أو الندب أو الإرشاد والتوجيه أو الرعاية والاهتمام أو فكذا ذا العلم ماشي ديال صافي مي تخدم العقد نون بلا الشهود العقد نون صحة 100%. ذا شو الشرع أرشدكم على سبيل الإرشاد على سبيل الندب أي خير تسعم الشهود موث فغيما تخدم الشهود معليش مورثو فيما لا الشهود معليش هذا نتفري وحدس صح. أي غردني غولاقي لماذا؟ لأنه يأتي الطلب يأتي الأصل إذا جاء الأمر يفيد الوجوب، الأمر على وجه يأتي مطلقا يفيد الوجوب، ولكن إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره فهذا أمر مقبول ومحتمل شرعا ولغة. الآن بعد يناد أو إذن أجي معنى التخيير أو قلنا في التعريف أو التغيير. التخيير أجي معناتها أنت مخير بين الفعل والترك، خدم نور خدم خدم نور خدم من بعدين أو الوضع ذاك البيت الثاني يجي أو بوضعي وبعدين لسبب أو شرط أو ذي منع. معنى هناك السبب والشرط والمانع هو كذا مقارنة الأحكام الوضعية. معنى الشارع يقول لنا إذا توفر شرط أو سبب أو مانع فالحكم هو كذا وكذا. ربي يقول لنا إذا توفر كذا وكذا وكذا فأنا أقول لكم كذا أوجبت عليكم كذا وكذا. بالمثال يتضح المقال. أدنفك الأمثلة باش نفهم. السبب مثلا اسكو الزمران زالطور في ال11 الزمران زالطور في ال11 لا حيغار خاطر ليون السبة ينفذ الشرع مازال يبيض إناك الزوال هذا ما كان فيسكو مازال يبيض على الزوال ونزل على طهور. لو كان ذي مثيون في ال11 باش تحسب ربي في طهور تحسب ربي في الفجر نفس ما كان الثلاثة لو كان ذي مثيون دينا استغزي العمر نون ياكل جميعا قبل العشاء نورمال عادي لا يحاسب على المغرب إلا إذا كان صاحب عذر ثقي مسائل أخرى. يغدني غولاقي معناه ربي سبحانه مدين لدلوك الشمس بمعنى إذا زالت الشمس عند زوال الشمس هذا سبب لأداء صلاة الظهر. تصبح ذمم المكلفين مشغولة بصلاة الظهر عند حصول سبب اللي هو الزوال. أليس كذلك؟ يلا الإمساك
اقرا في رمضان هذاك يظن نتشبيان عادي نورمال. مي ديوض وقت الامساك نمسك، وقت الفجر نمسك ذينا ونزمير نتشم بعد غنسوا مان سي بون انحبس. لذلك بعض الناس مثلا المسافرين اشيني كي اذا خدام سو كاميون او سو تراكتور او سميس الكار وكذا ما يجوز الظل الفجر في 4 الصباح اشيني خاطر ديماري غزيك ساقي السؤال كي يتكرر كثيرا ويض مساكين النية كان فلاحي فما اشيني كاين الله غالب كذا مسافر كاين كذا الظل الفجر خاطر واش ندير الظل خطير ماشي الظل الفجر ما زول ركعتين ديال ثنا النافله ثنا صلاه القيام هي كان صلاه التطوع والزلزال الفجر قبل وقته. لذلك ربي سبحانه وتعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. متى يعني يجب علينا اداء الصلاه؟ عند حصول السبب، يبرد الزوال زوال، العشاء وهكذا وهكذا الى اخره. الشرط نعطيكم بعض الامثله عن الشرط. مثلا الزكاه ممكن تفضيوني عاش 80 سنه لم يزكي ولا مره عادي باش تحسب ربي ويسعر الناس صافي. اداء الزكاه شرطه في الحقيقه شرطان اساسيان. الشرط الأول بلوغ النصاب، الشرط الثاني حولان الحول المكان. طبعا لازم يكون هذا المال يعني زائد عن حاجته الأصلية إلى آخره، في تفاصيل في هذا الباب، لكن اللي يهمنا الآن نذكروا الشبابين شرطين كي. شرط بلوغ النصاب وحولان الحول. إذا سقيك ربي 500 مليون الساقي أدي الحمد لله الساقي شميت 500 مليون الزكاة زكية إلا الشرط نظن ولاش الشرط واحد إلا قد يزيو سكواس مي يزيو سكواس قابل هكا الوقتها ما مازال غورك 500 مليون هاكي نغا قل نغا أكثر. المهم أكثر من النصاب توفر صار الشرط يخص شرط واحد اللي هو شرط حولان الحول. صافي المسائل وكي قرنس حكم وضعي إما لسبب ذكرنا أو لشرط يتفكر شرط آخر. فعلا بعض الدريا يقرني مولان فضويا تريكا هكا يركز أي بحان لأن الدريا كاين كيف كانت حملتني كاميونني كذا سولتو الجلب وسع كيف ذا مغار عرقيك الحساب استنظارة الجريض اسيدي بابا ظرف كي غادي نكوني لانه قال فراسك ديما ولا المساكيت يروح حسن كلش يروح حسن البوفوار يروح حسن الكراد يروح حسن كلش. كاين فضويغ تريكايني اولا كي غلظ ذي الميزان الشرعي خاطر من شروط الميراث الوفاه من شروط الميراث إلا قديم مثل فافنتري كان وري مثلا التورث من يدر التورث ديال الحياة لا يمكن تقسيم الميراث في حياة صاحب المال ما إلا يدروش ما إلا كذا لأن الأحكام نظام من قرص أحكام الحجر أيضا الحجر لا يتحقق إلا بشرط من الشروط من هذه الشروط وهي شروط وضعية كشرط مثلا زوال العقل أو شرط العته أو السفه. هذه من الأمور الطارئة تطرأ على الإنسان إلا العقل ما شاء الله من بعد طرأ عليه طارئ من هذه الطوارئ الجنون أو السفه أو العته يعني بل أنت كذا كذا الله غالب خمس مي أثور ثضارة فذاك نسيت هالشي اي غير خاطر ولا الشرط الوفاه تري مثال باباك الى الشرط وايض ديال الميراث اللي هو حياه الوارث يموت ورقاز امشي يروح الميراث ما الا
الأقشيش اللي تعيش إما يزوال نسا ماشي نتا تيورثن هكا. الشرط ويس ثلاثة إلى قاضي لي السبب هذه القرابة شو اللي شاركين، إما الأبوة، الأمومة، البنوة، الأخوة، إلى قاس هذه اللي وزار باش لي زيريتي الورثة أمشي راه بريزونتيني مانسن. لذلك النوتير الموثق باش يدير من الفريضة كيناوي دويكاد يقلق الورثن ماشي وكثر دارت تورث خاطي ديجا ما يسعى كيماس شقيق أو كذا كيماس بافاس كيماس شقيق هذا يورث كيماس بافاس خاطي يا أخي ذات مثلا ميم كراد عند خصن إلا يقارن الترجيح بقوة القرابة، خاطر الترجيح يكون بالجهة، فإذا اتحدت الجهة يكون الترجيح بالدرجة، وإذا اتحدت الجهة والدرجة يكون الترجيح بقوة القرابة. قواعد ثقي سيدي الراجل هي لا قد تطبق بنادم. الزكاة إذن لازم لها شرط بلوغ النصاب وشرط حولان الحول. في الميراث قلنا لازم التحقق من وفاة المورث، وفاة المورث حقيقة أو حكما مازال تفصيل، إما لا يغاب ونزرى ما يموت الخاطئ. أنا قيمة نصراجو شحال نرجو 20 سنة 30 سنة 40 سنة نو تلاقي بروسيدور تنشق على المحكمة القاضي يحكم بالوفاة بشروط الغياب من بعد المفقود وكذا، لم تظهر عليه علامات الحياة وكذا، تلاقي بيريود نسيد الشرع القانون وكذا شحال المدة إلى آخره. من بعد القاضي يصدر حكما بالوفاة، ولكن سميس الوفاة الحكمية. الوفاة الحقيقية من ولا لا عبذني يموت نطليث يفان، إما الغياب يغاف من بعد مفقود من بعد نستصدر حكما بالوفاة الحكمية. إذن هذا شرط لانتقال الميراث. وكذلك الحياة التحقق أو حياة الوارث حقيقة أو حكما. الوارث إما يتعيشي إما يثعبط قماس ميلا يثعبط قماس جنين. هل حياته هل هي حقيقية؟ لا، حياة حكمية عن طريق قواعد الاستصحاب كما تقرر ذلك في علم الأصول، ليس كذلك. وكذلك بالنسبة للوارث الغائب أيضا ممكن نورثه استصحابا إعمال ما كان على يعني بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت الدليل الذي يخالفه، في قواعد أصولية في قواعد شرعية دقيقة جدا ثقة كلها شرط. أو ذي منعي أش المعنى كما ورد في المتن متن ابن عاشر رحمه الله. قلنا الوضع الأحكام الوضعية إما لسبب أو شرط أو مانع. المانع شو المعنى أكيد مثلا الزواج من موانعه الرضاع لوضع قد حصل. أقشيش يفغادي جوجك ذيوث يلا فروح ما تخضفم يجوز، ولكن من بعد ظهر وضع أكثر ثمطوثني يمس نتقشيشت شيني يا قشيش اسمي مزيض متساضا قولنا شهرين غاسق غاسق نصنا كذا صوت ضخ تنتيني صوت ضخك أرضعتك. من بعد هذا وضع اسمه الرضاع، هذا مانع. إذن الحكم الوضعي قد يكون ويتحقق وتترتب عليه أحكام الشريعة إذا كان هناك مانع. أكيد الزواج أي غير ولا قرا أدنض لوجود مانع. ما هو المانع؟ هو الرضاع. ثلاثة أضلاع سبع، أليس كذلك؟ أيضا يلا الميراث، هذا هو الميراث. هما إلا يون على كل حال نسأل الله العفو والعافية
ينغى المورثينس، ينغى يماس نغ ينغى فافاس نغ، بشرط أن يكون القتل عمديا ماشي قتل خطأ. اسكو النوتير يورث؟ لا يورثوه، لا يورثه. أي لا يورثه خطر لوجود مانع اسمه القتل. أثي السفق سي ليكيب نتاع لي زيريتي، أثي السفق وبالجا السفق. وهذا من نظام العامة لغة القانون، بمعنى القاضي يثير هذه المسألة ولو لم يذكرها الورثة بشرط أن يكون عارفا. ما إذا ورد في العارضة باللي فلان قتل فلان وبعدين النوتير يخدم في الفريضة، القاضي شي حباس؟ لا لا، وقت نكس هذه كس خطر لوجود مانع. وهذا كله في أمور مسائل مهمة سوف نستثمرها. هذه المعلومات الأصولية نستثمرها في المباحث الفقهية في مستقبل الأيام إن شاء الله وقدر. وبعدين يكمل: أقسام حكم الشرع 5 ترام، أي تطلب. إذا غامرت في شرف مروم كما قال المتنبي بالطيب: فلا تقنع بما دون النجوم، أروم إلى كذا، أرنو إلى كذا. يعني تبغي تصور حاجة. أقسام حكم الشرع، أحكام الشريعة 5، أحكام الشرع وقد شرحنا وعرفنا حكم الشرع قبل حين. 5 ترام: فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة. هكذا يبغي يدي 5، يبغي يدي 5. لذلك قلت لكم سادتي أن هذا المتن متن جميل، متن جليل، لأنه يلخص لنا أحكام الشريعة، أليس كذلك؟ وقد ذكرنا مقاصد المتون في الحلقة الأولى من هذه الحلقات. إذن فرض، ما هو الفرض؟ الفرض أو الواجب، يعني عندنا عند المالكية وعند الشافعي وكذا هو، وعند الأحناف عندهم يعني فرق بين الفرض والواجب، ولا ندخل في هذه التفاصيل، هذه مباحث أصولية موضعها الطبيعي في علم الأصول. هناك لازم تفاصيل. مثلا لو شرحنا كتاب الورقات، كتاب الورقات من الكتب العظيمة جدا في علم الأصول، كتاب اسمه الورقات. لمن الورقات؟ من يذكرني كتاب الورقات؟ لي شكرا لإمام الحرمين الجويني، أبو المعالي الجويني، عنده كتاب اسمه الورقات. وكتاب جمع الجوامع لمن؟ أيضا في الأصول. لمن؟ ما شاء الله ما شاء الله، تاج الدين السبكي. أنتم 10 على 10. وجمع الجوامع من الكتب العظيمة جدا في علم الأصول. وكتب كتب ذي الروج، اش غندير صدقوني ذي الروج غير فيه عقول كبيرة، عقولة ذلغني مقارنة. شوف غندير الروج كيف كانت جنتي وقلت تريكا الحمد لله يا ربي التريكا ماشي كان الدريانسن، ماشي كان الدريانسن لا لا، كلنا ورثة. من أراد أن يكون وارثا سيكون، والنفغر أيضا لا يكون عادي. هو الذي يسقط نفسه من الفريضة، هو الذي يدخل نفسه في الفريضة. يلا شم نفض عادي إن شاء الله نشمكم إن شاء الله. يلا إذن الفرض، الفرض هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا هو التعريف مبسط. الفرض أين يوجد الفرض؟ كما سمعنا قبل حين حديث ابن عمر قال رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. إذن هذا الفرض قد يكون في السنة، قد يكون في القرآن، وكلاهما وحي. ربنا قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، سورة البقرة، هذا فرض. وهكذا وغيرها من المسائل التي ذكرناها قبل حين. لذلك الفرض يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ربي تظل ذي الفضل قنصل، إما ديس بلغة الفرض كما ورد في الحديث، إما كتب كما ورد في القرآن: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيغ الفرض هي موجودة مبثوثة أيضا في مباحث أصولية مهمة بيانها في هذا المجال. لذلك وين راه يظل يغسل ربي سبحانه أكد النبي صلى الله عليه وسلم يثاب، يسعى الثواب، يسعى الأجر، ويعاقب تاركه. وين كني ونطبق على الفرض أتي خلص.
غادي يخلص ربي، ماشي نكوني خاطينا باش نمسها مليح ربي يخلصني، ماشي نكوني انا غاود مديازني تذكر ربي الخير. الناس سيت ان فينومين يتموت النخ تصافض يتصوزم ولا يتظلم، سيت ان فينومين غالا وقاد يتصوزم لك ربي يتظلم. اي بورتون رمضان يسد كاتريام بوزيسيون في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على 5 لي 5 بيلي: ثم زور التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله، من بعد تصليت، من بعد الزكاه، من بعد رمضان، من بعد الحج. إن كنا نزوار رمضان شغل ما كان يسد بجوست ابري لا اله الا الله محمد رسول الله وقاعد يتصوزو منك ربي يتظلم. سي ان بروبليم، ان فري بروبليم. لذلك مزولات اكثر من جمعة الشهر اللي قرب رمضان ان شاء الله تفضل الله يبارك ان شاء الله. هذا اثني ثبت ربي ثبتها، نسال الله الثبات. يثبت الله الذين امنوا ان شاء الله ربي ثبتنا كما في سوره ابراهيم في الايتين 26 27. لذلك مذيازاكي ناس في هذا الجواب باغي ركا وقاعد يتصوزو من اكثر ربي يتظلم يفكاد يونس فرو ذا تقبايلي وقاعد يخدم الفقه تقبايلي. إن يسال المؤمنين يوانرو في الوقت كي دين الله ما تشكين عودة تضرو إن سلم ورا نتظلى السوق ما يعمر ذي يفرو غاس ما يزنس الغلا. حكمة أنا عاميه حاضر كي الدنيا السوق يفرو ولاد السوق الدنيا هذه يفرو معنى دياسي ونواس مورت زلظارة أظل فلاك مما رزل فلاك هكاك شقان وحدك رذيهين أن تفضي مانك فاس فاس أكذ منكر ونكير تفضي مانك ديون شغلين اشتلاث مشكل كبير وأول ما نحسب عليه تظلث. يلا طبعا كنقول هكذا مثلا ما يتعلق بالصلوات يتعلق بمختلف الفرائض معروفة. والمندوب ذا شوث الندب، كلمة الندب ذي اللغة معناه دعاء إلى الفعل، هو حث وحظ على الفعل. هذا ما كان لا وقد معنى اسم من حيث اللغة والاصطلاح ما أمر به الشرع أمرا ولكن غير جازم، يسد النوردر ولكن ماهوش على سبيل الجزم. ألم أقل لكم سادتي قبل حين وأشهدوا ذوي عدل منكم؟ هل تفيد هذه الصيغة الوجوب؟ الجواب لا. et pourtant وردت بصيغة الوجوب كقوله تعالى أقيموا الصلاة. أنعمه الأمر للوجوب ولكن إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب إلى الإباحة أو إلى الندب أو إلى الاهتمام والعناية والرعاية أو إلى التوجيه والإرشاد. وقد قلت لكم سادتي هناك 16 معاني يفادها الأمر 16 ومن أرادها فليقرأ كتب الأصول أو يقرأ كتب اللغة ستفيده جدا في فهم هذه المسائل. لذلك المندوب هو ما أمر به الشارع، جاء الأمر بالشرع في الشرع الإسلامي ولكن أمر غير جازم، أمر ماشي على سبيل الجزم بحيث لا يعاقب تاركه ويثاب فاعله. إذن ما هو المندوب؟ هو الذي يثاب فاعله ولكن لا يعاقب تاركه. ما إلا حاجة مندوبة ما تخدمت تساعد الأجر موت تخدم ضار وتساعد ذنوب ماشي من الفرض ما تخدمت تساعد الأجر موت تخدم ضار تساعد ذنوب. فرق مجالسا الله يبارك. إذن المندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يؤاخذ تاركه. المكروه المكروه ما كان تركه خيرا من فعله. مكروه خير تجض ولا تخضمض أو ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يتعلق بفعله عقاب. معناه من قام به لا يعاقب. الحرام ما كان في تركه ثواب، أي لأن الحرام ما كان في تركه ثواب وفي فعله عقاب.
يعني يعاقب فاعله ويثاب تاركه، بصيغة أخرى يعاقب فاعله ويثاب تاركه. ربي ناد وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع حلال ودينا رواج، يقدر الإنسان يعيش حياته كامل ما يبيع ما يبيعش، ولكن هذا حكمه حكم الإباحة سنذكره الآن. ولكن الربا خاطئ، وحرم الربا، ندم ذي الحرام ذي الحرام صافي. تارك الحرام يثاب وفاعل الحرام يعاقب ويؤاخذ. ربي قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات في سورة المائدة. معنى ذي الحرام ما يليوني ولا نطيحة متردية سيني زمارن سيني خرفيا بذبازن يا أخ يون ديك سين غوايض بعد ما في سويساد يفاتي يموت أسي سعدي الموس أسيز يا أخي ضركي ربي زرع بزما غير كلخ أديوي إذا منو يزيض إذا منو يزيض أسني خدمة كذا كيني ذا خرفين كاين ذا فقير غتسفلي زيك تمعون غاش يعني ثورة باب التكافل يول ميلا يغلي دوزكر يغلي دوزكر يقضعي السلموس ذيني مي سبحان الله. شوف القرآن العظيم سبحان الله يمدينا ربي سبحانه وما أكل السبع الآية في نهاية الآية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ما معنى ما ذكيتم؟ يعني ما أدركتم فيه الروح ثم ذكيتموه ذبحتموه طبقا للذبح الشرعي. لذلك في اللحن مكساون ذكر فذن الموس لكن غلا وقاديك السن المال اي غرا اثر في ذم المسايث مثلا خاطر كذا مكسا كذا مكسا ما الا يغلي وخرفين كذا لحقيت ما دام الروح ذيك زين إلا ما ذكيتم ما أدركتم فيه الروح وذبحتموه وذكيتموه ذينا يؤكل أكسوميز الحلال اللي جانتورات تساوي المواس. إذن الحرام ما كان في تركه الثواب وفي فعله العقاب، فالحرام يثاب تاركه ويعاقب فاعله كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وكقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره سورة النساء، وكقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم عليكم حرام إلى آخر هذه الأدلة في الكتاب والسنة. الآن نأتي للمباح. المباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فحكمه حكم الإباحة. والقاعدة الذهبية الأصل في الأقوال والأفعال والأشياء الإباحة إلا بنص. القيام والجلوس والتمتع بالمباحات هذه كلها حكمها حكم الإباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذا كان الإنسان يترك بعض المباحات تخدم لها هذا مباح، يعني إذا تركها ما عندوش إثم، وإذا قام بها ما عندوش. إذن لا يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك. في هذه قواعد ذهبية نضبط بها الفهم، فهم الأحكام الشرعية التي ذكرناها. ولكن يكمل ذو النهي مكروه ومع حتم حرام مأذون وجه مباح ذا تمام ذكرنا. والفرض قسمان، والفرض قسمان كفاية وعين. من بعد ويشمل المندوب السنة بعدين بذين. علاش قال سنة بذين؟ معناتها فرض الكفاية أو الفرض قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، وكذلك المندوب قد يكون أيضا على العين وقد يكون على الكفاية. نعطيه الأمثلة بالمثال يتضح المقال. الفرض قسمان كفاية وعين. فرض عين تعلق الخطاب في حق عين مكلف بذاته كالعقيدة مثلا. العقيدة فرض عين،
هلق الإنسان هو الذي يؤمن هو بنفسه الديني أمنغ وذي الشهد لو كان القيمة كاد يسيون هذا كافري يبغى ديك الشمال الإسلام أش سنين السيني الشهد يا ديني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لذلك سبحان الله في سورة البقرة ربي مدينا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. معناه الإيمان بالله لا بد أن يكون مسبوقا بكفر، ولكن كفر بالطاغوت أن يكون مسبوقا بنفي ثم يأتي الإثبات. الإثبات يأتي بعد النفي، وهذا الذي يترجم قولنا أشهد أن لا إله. لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله تساوي فمن يكفر بالطاغوت، إلا الله تساوي ويؤمن بالله. النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فهمتم سادتي؟ واقي المعنيس بمعنى فرض كفاية، فرض عين. أديني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا أمر عقدي ماشي ذنو كان ديش عندكم كانيس لكن واقي جماعة الخرثان دين السلام سيثور ذا سوان تجري عليه أحكام الإسلام خاطئ نتسد ينطق لأن الإيمان مقره القلب ولكن يترجمه اللسان. لذلك حقيقة الإيمان تكمن في أمور ثلاثة. الأمر الأول تصديق بالقلب، الأمر الثاني إقرار باللسان، الأمر الثالث تطبيق بالجوارح والأركان. هذه الأمور هي التي تبين حقيقة الإيمان. اتفقنا. ثم فرض العين هو هذا العقيدة. الصلاة هل ترى ممكن هذا يصلي في بلاصة آخر يقول له ظل قم كاني والعشاء خاطئ، كل واحد يصلي العشاء نتاعو وحده. الصيام صوم في بلاصتي، ما كاينش اللي يصوم في بلاصة الآخر. هذه كلها فروض العين، يعني خطاب الشارع في حق المكلف بعينه هو يؤدي لتبرؤ ذمته، وإلا ستظل ذمته مشغولة بذلك الفرض إلى أن يؤدى. وكيف فرض عين، ولكن لو يقارن فرض كفاية. فرض كفاية ما طلبه الشرع الحكيم أن يحصل بغض النظر عن الفاعل. شرعنا سبحان الله ما شاء الله يسعدنا رانا مسلمين، فقط لازم نكونوا على وتر دايا يسعدنا كل حاجة مضبوط. ودع علم الرياضيات، ودع علم المنطق، ودع كل العلوم الدنيا أن تفضل لا أنت في الشريعة على بالك لا أنت داخل ثم تفشى ثقي الآية تاقي الرياضيات نخدم بالرياض تاقي فمن يكفر بالطاغوت يساوي نفي إثبات ديك اللغة كلش. فقط لابد أن تكون نستدعي هذه المعلومات وتكون حاضرة وبعدين توري لنا كلش. فرض كفاية شوف اللوجيك المنطق سبحان الله. معنى الشرع دقار إلا وشغل إلا قد تخدم ما ينسلم كأمة متخذين منها الثروي في اللون. شو المعنى؟ مثلا يلا صلاة الجنازة اسكو فرض عين؟ فرض كفاية. مع انتهى الشرع ودقار إلا قاتل صلاة الجنازة حاذر تسكسم صلاة الجنازة سيثو ذرث نون مغدي نرى الشرع إلا قاتل ظالمك صلاة الجنازة ما نصليوش. كنا في 100 واحد صلوا 40 20 10 نورمال. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين أو سقط الإثم عن الجميع عن الباقين. فالدرس يموت سنيون إلى قزان الفلاس مي ماشي إلى قزان الفلاس ياكو يمزولا خاطي وقاذي حضران وقاذي يلان وقاذي يبغان لاجر وكذا الظل نسعى لاجر نثني يقينا. ولكن الأمة نغثى درثني وتتحاسب ربي يوم القيامة أخطر يموت الزول الزول الدارث ماشي ياك ظلا أين ظلا ولو كان شويط. إذا الفرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. أما إذا لم يقم به البعض أثم الجميع.
ياك تدرتني أتخلصني يوم القيامة، خاطر كان الميت نسم غلا خرف أكني صاص كايس بلا ما ظن فلاس، صح؟ يلا نقيمك عدد ديونا السلام عليكم، نردوك كاع السلام، ما نردوش ولا لا ما إلا يسيون يراسين يسوى عليكم السلام يكفي، يون هذيك الشمسيين ينادي السلام عليكم، يون سيون راه السلام عليكم، ودن سراكم كنين خن تشويش ناشو المحنايا من مون سيدار الشريعه نفهم بلي لا قد صافي ما يشم ديون السلام عليكم باقي كان نسال السلام ونخدم على شغلنا إذا دارت جمعت مي رد السلام فرض، ولكن فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم به أحد الناس أو بعض الناس آثم الجميع. وما قلناه عن الفرض نقول كما قال صاحب المتن ابن عاشر: والفرض قسمان، كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذين. علاش قال إن الشغل ما ذكرناه عن الفرض نقول عن سواء قبل أن ننتقل إلى السنة لابد من بيان. كاين أيضا فرض الكفاية في أمور الدنيا، الحرف يسكو إلا قال لي ياكل حدادا، إلا قال لي فلاحا، أنا اللي ياكل الطبة، أنا ياكل مصوصا، أنا اللي ياكل جنيورا، لا في كذاكي فروض كفاية، إما إلا لاني مصوصا لاني طبا لاني مانوفر لاني فلاحا الحمد لله ربو غيتحاسب يوم القيامة. إما إلا الأمة ديسيدي سوا سفنيات نكون أنا حاسب ربي على فكرة لا في الأمور الأرض نسيو حاسب يوم القيامة سيو ما نفدل هي غير ثورة كاين الأمة مستهلكة حمل كان الداغ الماتريال كل شيء اما ذين ينلسى اما ذين يشمسا بوضنا الى الاستثناءات. عيب على الامه اللي قال فيها ربي في القران في سوره البقره الايه 143: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صافي الامه تستحضر هذه المعاني من ذي الأمور تبرئة الذمة أمام الله عز وجل في هذه الحرف هذه المهام هذه المهم. إلا كنخدم كل إلا كنسعو كلش وماشي كي أنا اللي ياكل خاطي إلا قل مادسا نسعو جونيورنا نسعو لي جوج نسعو الفلاح نسعو إلى آخره في جميع فنون الدنيا ومعارف الحياة وكل شيء في كذاكي إلا قليل لا. وهذا هو المقصود، هذا من مقاصد الآية ذكرناها في سورة البقرة: لتكونوا شهداء على الناس. لا يمكن للشاهد أن يكون غائبا، لا بد أن يكون حاضرا. فالأمة لا بد أن تكون حاضرة ببعض أفرادها، ليس شرطا أن تكون حاضرة بمجموع أفرادها، لا، هذا فوق التكليف فوق طاقة الأمة. ولكن نحضر فرض الكفاية إذن تحفزنا باش اي حرفه اي حاجه وتنسى الا قتنسعو زرت كان يتمثل ديال الجامعه كان ما نسعو التاويل الله يبارك كل شيء لا ما نسعى بروبليم تكنيك لا لي تكنيسيان ما نسعى بروبليم البانتور وكذا نلقى اصحاب البانتور ماذا ما صوفه نسعى كلش يا ربي الحمد لله الفرح نغلا صافي نسعى كفايه نسعى اكتفاء ذاتي وهذا مقصود من الناحية الشرعية باش الأمة تنتبه إلى فروض الكفاية التي غفلت عليها كثير من الأمور، لا بد أن تنتبه وتعود إلى رشدها تبرئة لذمتها. لذلك وقد الفرض وذي السنة أيضا. يلا صلاة الوتر سنة مؤكدة، ولكن على سبيل العين مولاش وايض ظل الوتر قم كان وايض صح الأذان يسكن قندناكو إذن يونيك على بالك ما عندنا والو خاطر في الدنيا الحمد لله مفهوم سبحان الله. إذن كل حاجة تقوم كانيس ثورا كفاية مثلا مقدمة اللي ذكرها ابن عاشر رحمه الله: مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول. هذه بعدما انتهى من قضايا العقيدة من مسائل العقيدة
وقد شرحناه بالتفصيل في الدروس السابقة. اليوم شرحنا مقدمة في علم الأصول باش نفهموا هذه القواعد الأصولية التي تجعلنا نستوعب الأحكام الفرعية الفقهية في مستقبل الأيام. وننتهي بما بدأنا به: لكل أمر أصول، من ضيع الأصول حرم الوصول. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.